وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فرش التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، والأهل أين حنانهم باعوا وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي، والمال أين هناؤه صار ورائي، والاسم أين بريقه بين الثناء، هذه نهاية حالي فرش التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، والحب ودع شوقه وبكى رثائي، والدمع جف مسيره بعد البكاء، والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي، فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي، هذه نهاية حالي فرش التراب، والخوف يملأ غربتي والحزن دائي، أرجو الثبات وإنه قسما دوائي، والرب أدعو مخلصا أنت رجائي، أبغي إلهي جنة فيها هنائي،
بكيت اليتم ولا ما بكيته، هذه أقدار الإله ما أراد. مو من قلبي ولو همي شكيته، مو من قلبي ولو همي شكيته. صبره روحي ودمع العين جاد، صبره روحي ودمع العين جاد. من رحل نور الوجود وما لقيته، صار كل الكون في عيني سواد. ليتني عن موتة الغالي فديته، ليتني عن موتة الغالي فديته. ليت عمري كمل أيامه وزاد، ليت عمري كمل أيامه وزاد. يا مر الفراق اللي احتسيته، ضاقت بالوسيعة من البلاد. يا إله الكون ارحم من خذيته، يا إله الكون ارحم من خذيته. واسكنه جنات وانهار ومهاد، واسكنه جنات وانهار ومهاد. واجعل الفردوس منزله وبيته، واكرمه يا الله في يوم التناد. واجعل الفردوس منزله وبيته، واجعل الفردوس منزله وبيته. واكرمه يا الله في يوم التناد، واكرمه يا الله في يوم التناد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا لمباراة كتمان رجل الأعمال ورجل الخير الوالد محمد سعد العودي رياض الله ثلاث، وكونه هامة من هامات المنطقة ورجل خير من الدرجة الأولى ومن الصف الأمام، فرحمة الله تشاء. رجل مبارك من الناس الصالحين نحسب والله حسيبه. أيها الأحباب الكرام، دائما نقول إنا لله وإنا إليه ماذا؟ راجعون. كل من عليها، لمن البقاء؟ لمن الموت؟ لمن الدوام؟ إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيها الأحباب الكرام، بارك الله فيكم. نتذكر هذا المكان وهذا المكان وهذا المقام، القبر. أيها الإخوة، القبر أول
داع فأمنوا فارفعوا أيديكم إلى الله وندعو الله بإخلاص أن الله يرحم في هذا المكان وفي هذه الساعة. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم الضعفاء والمساكين، اللهم يا أول بلا بداية يا آخر بلا نهاية يا من لك في كل شيء آية وعلامة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصر. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعله في سدر مخضود وطريق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم أكرم دارا خيرا من داره. اللهم ارحم ميتا صعدت روحه إليك ولم يعد بيننا وبينه إلا الدعاء. اللهم ارحمه واغفر له وانظر إليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا الله، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك. اللهم أنزل نورا من نورك عليه. اللهم نور له قبره وآنس وحشته ووسع مدخله. اللهم ارحم غربته وارحم شيبته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم إن المتوفى عبدك ابن عبدك يحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه فارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان المتوفى من المحسنين فزد في حسناته، وإن كان من المقصرين فإنه عبد من عبادك قد قدم إليك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدخله الجنة من غير حساب. اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.